وفي الأحداث، جن حنون لزكن قادرا على استيعاب ما حدث مع تأثير الحبة التي أخذها. يترك لز يامان ورؤيا بمكان الحادث ويجد نفسه مع أسي. يبدأ اليوم الأول من العام بالقلق على آل سويسلان لأنه لا توجد أخبار عن ابنيهم يامان وألاز، بينما يلاحظ متين وشبنام أيضا غياب رؤيا. عندما تصل نسليهان وغوفن إلى يامان يعلمان بالحادث، وبينما ينقذ يامان حياة رؤيا بتوجيه من نسليهان وغوفن، فإنه لا يدرك تأثير الحادث على نفسه كما وعندما وصل يامان ونسليهان وغوفن إلى هناك انهار بسبب ارتجاج في المخ. في الوقت نفسه يصل سرحان إلى ألاز وجده محطم تحت الشعور بالذنب. وبعد التحقيقات من الجميع والشكوك حول لازي، يكون يامان على علم بأنه هو من حاول قتلهم، وأيضا يعلم أن سرحان متورط في هذا بعد استيقاظه، ليضع خطة للضغط على سرحان وألاز من جميع الجهات.